لنا امام قال حارس 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 ايوه روح خدوا منه تقيل عليه تقيل عليه خالد يلا يا ابشر لا عايز بالك يا ابني عايز حارس يلا الله واحده كده ادينا سباك وحدنا كده كده يا استاذ ثمن ايه؟ لك انا لسه مش عقب لا لا استنى بس عقب لا لا عقب
شغل يلا شغل انت انا لايف، قول لهم ولا لايف. يلا لايف ولسه اكتر من كده انا لايف انا لايف هم استاذنوا. الحمد لله والشكر لله، بحمد ربنا على بطولة زي ديت. وبشكر الرجالة كلهم النهارده كانوا رجالة، وبشكر الجهاز الفني طبعا، وبشكر كل الجمهور اللي جه النهارده وحضر ودعمنا بشكل كبير جدا. بعديهم البطولة دي وبطولة غالية علينا قوي. وعايز بس اقول حاجة للجمهور، مش مهم الأداء في الملعب، أهم حاجة إن احنا خدنا البطولة، وإن شاء الله مزيد من البطولات الفترة الجاية بإذن الله. طبعا اقول لهم الف مبروك واللعيبه والجهاز الطبي. طبعا الجهاز الطبي، تعالى يا دكتور بعد اذنك، بعد اذنك يا دكتور. مبروك يا ابني. الجهاز الطبي طبعا الدكتور احمد والدكاتره كلها بصراحه. تعالى يا دكتور بعد اذنك يا دكتور، تعالى جنبي عشان الناس دول لهم فضل عليا بصراحه. تعالى، بصراحه انا من غيرهم انا ما كنتش هبقى موجود النهارده، ربنا يخليهم لي طبعا، ودايما في ظهر بعض. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الجماهير وبنقول لهم ان شاء الله اللي جاي خير، وباذن الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه، وانتوا في ظهرنا ان شاء الله. وطول ما انتوا في ظهرنا كل حاجه هتمشي بشكل كويس. وبشكركم طبعا على الشكل الحلو العظيم ده النهارده، وباذن الله اللي جاي خير، والف مبروك النهارده. الجمهور العظيم ده، ومبروك للاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله في مزيد من البطولات باذن الله. اول مباراه قمه ليك بتيشيرت النادي الاهلي، كنت حاسس بايه قبل ما تنزل؟ لا طبعا اي مباراه في الدنيا بتبقى اول مباراه ليك مع نادي كبير زي النادي الاهلي، بتبقى مباراه صعبه جدا، والحمد لله ربنا كلل تعبنا على خير وخدنا البطوله الحمد لله.